السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الوداديين والوداديات، مرحبا بكم في دوير على آخر أخبار الوداد. الأخبار ديال اليوم عامرة غير بالمشاكل في فريق الوداد الرياضي. غادي نشوفوا تصريح ديال بن شيخة وتصريح ديال البنزرتي، وواحد المشكل جديد وصل من طاس للوداد. وشنا هي المعادلة والحسبة اللي تقدر تأهل الوداد للدور الموالي في دوري أبطال إفريقيا؟ واحد جوج صفقات قريبة من فريق الوداد الرياضي في هذا الميركاتو. هادشي كامل غادي نشوفوه في هذا الفيديو، فخلي معاك ديك اشتراك وخلي معاك واحد الاعجاب وكذلك كومونتير. فريمون النفسيه مدمره بعد الماتش ديال البارح، راه كنت لحت فيديو نيت معصب ديال بصح ضربت الميكروفون مع الارض حتى هو ولا دابا الصوت ديالو بعض المرات كيبدا يخرشش. دابا كنسجلو وما كنسمعش الصوت ديالو، سو سوري اف يعني الفويس يعني ما بينش مزيان. اوكي يلا نمشيو نبداو هاد الاخبار ديال اليوم، والله يدوز هاد الفيديو على خير. المهم غنمشيو للتصريح ديال بن شيخة اللي هضر على الوداد وقال انها كتلعب خارج الميدان ديالها احسن من داخل الميدان. راه اكيد غادي نلعبوا خارج الميدان ديالنا احسن، حيت اصلا ما لاعبينش في الميدان ديالنا هنا في المغرب، لاعبين في مراكش، وغادي نلعبوا معاك مزيان حيت لاعبين تما مساله حياه او موت. قال بن شيخة واخا لعبات الوداد مزيان ولكن حنا قدرنا اننا نفوزوا. قال انه اللاعبين ركزوا مزيان وقدروا انهم يربحوا. البنزرتي حتى هو في التصريح ديالو وبان انه معصب بعد خساره الوداد الرياضي. قال حاولنا اننا نقتلوا المباراه مبكرا، سمحت لنا عشرات الفرص بتسجيل الاهداف ولكن ما قدرناش نستغلوها. هادشي اللي وقع ما مقبولش من فريق بحجم الوداد وفي مسابقه بحجم دوري ابطال افريقيا، حيت اللي درتيها غتعاقب، وهادشي اللي طرا. قال المدرب راه غلط الا كيظن ان القضيه ما تعقداتش علينا باش ندوزو للدور الموالي، ولكن بعدا عندنا شويه د الوقت فين نفكروا فين نقادوا الوراق ديالنا بعد ما ترجع المسابقه. هاد التوقف غادي يكون بسبب بدايه افريقيا اللي غيبدا جوبونس نهار 11 في الشهر. ام نوت شور. بعد نهاية هذه المباراة كل شي شاف الظلم التحكيمي اللي تعرض ليه فريق الوداد الرياضي، وحتى الإدارة ما سكتتش على هذا البلان، صيفطات احتجاجات على الحكم اللي قام بإدارة المباراة. هذه الاحتجاجات هي مراسلة بالتفاصيل ديال الحالات اللي بان فيها الحكم أنه ضرب مصالح الوداد، بحال مثلا لمسة اليد اللي بقى ماسها المدافع وغادي داخل بها حتى لحد الحارس، ولكن الحكم قال لك لا مسها فوق الخط. بالإضافة لواحد اللقطة أخرى طالبوا فيها الوداديين بضرب الجزاء، وكذلك بزاف ديال الاخطاء ما تمش احتسابها قريبه لمربع العمليات. كذلك بعض التدخلات قويه جدا وخاص ضروري من الصفرة، بالاضافه لواحد الشد من القميص اللي كان غادي يهجم وشده وما عطاش الصفرة. فريمون الحكم كان بين انه منحاز ضد الوداد الرياضي رافق هذه المراسله مع فيديوهات كتبين هذه الحالات كامله. حنا في المراسلات نيت غنشوف واحد المراسله من طاس وحكم جديد ضد فريق الوداد الرياضي. سفيان كركاش قدر انه يربح واحد الحكم في الطاس ضد الوداد كيفوق 200 مليون سنتيم. هاد القضيه قديمه شويه، ملي كان سفيان كركاش توجه للجامعه الملكيه وطلب حكم ديال 200 مليون، الا ان لجنه النزاعات ديال الجامعه رفضت الطلب وقدمت ليه 74 مليون سنتيم من الوداد. قرر سفيان كركاش اللجوء للطاس للطعن في هذا القرار، وهذا الشيء اللي وقع حكمات ب 200 مليون سنتيم. هذا الحكم هذا نهائي، ما عرفناش واش باقي فيه طعن ولا لا، ولكن باقي الخبر جديد. غنوافيكم باخر اخبار هذا البلان في المستقبل ان شاء الله. غير عقل لي على القناه مزيان، ولا ما كنتيش غتعقل وما بغيتيش تبقى تبحث دير غير اشتراك غيوصلوك الفيديوهات حتى لعندك. ياس اليوم طالعين الدم وكنقدموا الاخبار بهذه الطريقه، ولكن راه كيكون الحماس ملي كنكونوا فرحانين. اسيك ميموزا عنده 10 النقاط هو الاول، وبهذا فرسميا اسيك ميموزا داز الدور الموالي قبل جوج المباريات. فريق سيمبا عنده 5 النقاط وفريق جالاكسي عنده 4 النقاط. هذا غادي يخلي لنا البلان ان مصير فريق الوداد الرياضي ما بقاش بيدو. الوداد باش يتاهل الدور الموالي ومما لا شك فيه انه خاص يربح في جوج المباريات اللي جايه ضد اسيك ميموزا وجالاكسي البوتسواني اللي غتلعب في بوتسوانا. الى ربح غادي يكونوا عنده 9 النقاط. اجي دابا نديروا الحسابات اللي ما كناش حاملينهم من الاول، حيت كما قلنا مصير الوداد ما بقاش بيدو. اولا من يغربحوا جوج المباريات هذاك يعني اننا ربحنا جالاكسي اللي عندها 4 النقاط، واخا كاع تربح مات اخر غيولوا عندها 7 النقاط وحنا ديجا ربحناها، يعني صافي جالاكسي نحيدوها من الحساب. غتبقى لينا واحد الفرقه اللي ما عندناش معاها ماتش وعندها 5 النقاط، يعني ربحت هي جوج الماتشات ديالها غتولي عندها 11 نقطه. هذا كيخلينا نطلبوا الله ان سيمبا تخسر في ماتش من جوج الماتشات الجايه، وبهذا فرسميا الوداد تقدر تدوز للدور الموالي اذا وفقط اذا ربحت جوج الماتشات وخسرت سيمبا شي ماتش، ولا لا تعادلت سيمبا جوج الماتشات، ولا لا تعادلت كاع سيمبا ماتش واحد وقدرنا اننا ندوزو بالاهداف.
بزاف. المهم هاد الحسابات هادو كان بغينا ما نمشيوش ليهم، ولكن شاءت الاقدار ان نذهب اليهم. اجي دابا نمشيو لاخبار الميركاتو. واحد النجم ودادي وكان هو الصخره الدفاعيه ديال فريق الوداد الرياضي. غير بهاد ثلاثه الكلمات اللي قلت اكيد انكم غتكونوا استنتجتوا اشرف داري ومن غيره. بعد ما مشى لفرنسا اكيد التجربه ديالو تماك فشلات بعد ما بقاش كيعتمد عليه المدرب. اشرف داري توصل ببعض الرسائل من فريقه كطالبوا بانه يبحث على فريق، سواء انه يمشي كمعار او انه يمشي رسميا. وبهذا فموقع سبورتسات قال ان اشرف داري قدم خدماته للوداد الرياضي، زعما الا بغاو يتعاقدوا معاه. اشرف داري في اخر 9 شهور مع فريقه شارك فقط في 3 المباريات. السبب كيرجع لعدم انسجامه مع المجموعه في الدوري الفرنسي. باش نديروا واحد التحليل خفيف ظريف على واش يقدر يرجع ولا لا، نقدروا نقولوا ان البلان متروك الاداره الوداديه. اكيد ان الوداد كتعاني بزاف في مركز الدفاع، واكيد ان اشرف داري المستوى ديالو ما بقاش كما شحال هذه، ولكن ما تنساوش ان المستوى ديالو كيعتمد على المدرب اللي هو معاه وكيعتمد على الفرق اللي هو فيها. شوفوا مثلا غير حكيم زياش فاش كان في تشيلسي ودابا ملي مشى لغالاتا سراي، وشوفوا قبل فاش كان في الدوري الهولندي. يعني البلان ديال واش نرجعوا اشرف داري ولا لا باقي معتمد على بزاف ديال الحوايج. نشوفوا المدرب البنزرتي اش غيقول وكذلك الرئيس، والقيمه ديال الانتقال كذلك كتلعب دور. فغادي نوافيكم بالاخبار ديال هذا البلان غير كما قلت لكم، اشتركوا باش نعرفوا ان الناس مهتمين. خبر آخر هو صفقة شبه رسمية، رأس حربة من العيار الثقيل. أكدت تقارير صحفية تونسية أن فريق المونستيري التونسي توصل باتصالات من فريق الوداد الرياضي. هذه الاتصالات باش يقوموا بالتعاقد مع الهداف تماك بوبكار تراوري، الهداف اللي عنده فقط 24 عام، وكطالب الإدارة الودادية باش يتم التعاقد معه باش يجي في هذا الميركاتو الشتوي هذا. الوداد دخل في مفاوضات رسمية مع فريق المونستيري بتوصيه من البنزرتي اللي عارف مزيان هذا الهداف وعارف المهارات التقنيه والفنيه ديالو، بحيث انه ملي كان خدام في النجم الساحلي شاف الخدمه ديالو مزيان وعارفوا انه يستاهل يكون في الوداد. بوبكار تراوري من نجوم في الدوري التونسي، قدر انه يسجل 8 الاهداف في 6 المباريات فقط، وهذا غادي يخلي ان القيمه السوقيه ديال اللاعب ترتفع بشكل مهول، وغتكون منافسه كبيره على هذا النجم هذا. بالاضافه لان الفريق مونستيري من فاتح على التعاقدات، يعني قال لي معطيوني غير الفلوس وبصحتكم اللاعب. هذا بلان غادي يخلي الباب مفتوح حتى نجاوبوا عليه في احد الفيديوهات الجايه. نعاود نقولها المره الثالثه، اشترك باش توصل بالفيديوهات ديالنا. الا ما بغيتيش تشترك فقط عقل على السميه ديال هذه القناه. الا كنتي كتعقل بصحتك اسيدي بلا ما تشترك، والا ما كتعقلش اشترك غير تيفوت الميركاتو تيفوتوا هذه الاخبار اللي مجهده وممكن انك تحيدها من بعد. تهلا في راسك، تيك كير، هاف ا جريت داي، ونتمنوا ان شاء الله الوداد تعود. ونقولها دوما، الاسد يمرض ولا يموت. وداد is gonna be back soon. انتظرونا واستمتعوا وعوموا في رمادنا كما تشاءون، لأننا كطير الفينوس ننهض من رمادنا بعد أن نحترق. ما قاش لسمي الطائر الصراحة، ولكن غمضوا عينكم سيلفو بلي راه باقا طالع لي الدم. Take care, have a great day and see you soon.